السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم محبي قناة كرة برو. اليوم بغيت نهضر لكم على واحد من اللاعبين المغاربة المتألقين حاليا في الملاعب الأوروبية، اللي هو حمزة إيغمان، منتوج محلي من البطولة الوطنية 100%. انتقل من البطولة الوطنية لأحد أعرق الأندية في أوروبا. في ظرف وجيز قدر يتأقلم قدام خصوم كبار في اسكتلندا والدوري الأوروبي، سجل أهداف رائعة وأداء خلاه يخطف الأنظار في الأسابيع اللي فاتت، والكل كيشيد به كمهاجم قناص قادم ليرعب أوروبا. في مقطع اليوم غنتعرفوا على حمزة إيغمان أكثر، البدايات ديالو، كيفاش انتقل لهذا النادي، وشنو كيقدم دابا، واش فعلا كيستحق فرصة مع المنتخب الوطني. هادشي بالإضافة إلى تفاصيل أخرى غتكتشفوها معنا في هذا المقطع، فنتمنى تكملوا معايا حتى للنهاية، والاشتراك في قناتي والتفاعل مع هذا الفيديو. جزاكم الله خير. نبداو على بركة الله. حمزة إيغمان تزاد يوم 2 نوفمبر مدينة تمارا، ومن أحياء هذه المدينة، وبالضبط حيث المسيرة 2. بدات الحكايه ديالو مع كره القدم بسبب الاسره ديالو، معروف بعشقها للعبه كره القدم. دخلوا الاسره ديالو لاحدى الجمعيات المغموره باش يبدا الحلم ديالو، الحلم اللي ما خاصناش نقولوا عليه صعب التحقيق، لكنه ماشي مستحيل. المهم من خلال دوريات صغيره في الاحياء الشعبيه لقاتو بعض الاعين العسكريه اللي كانت من محبي فريق الجيش الملكي، خصوصا مدينه تمارا معروف على حب فريق الجيش الملكي. المهم حمزه إيغمان بعد الالتحاق ديالو باكاديميه فريق الجيش الملكي قدر يخطف انظار الاداره التقنيه لنادي الجيش الملكي والتحق بهم في سن مبكر، خطوه مهمه جدا وفي الوقت المناسب ليه. حمزه مشى في المراحل بثبات في اكاديميه الفريق العسكري، وكان واحد من افضل اللاعبين في الفئات الصغرى، وهذا الشيء اللي خلى مسؤولي النادي اللي راهنوا عليه بقوه باش يكون من الداعمات المستقبليه للفريق. الثقه ديالهم فيه بدات في موسم 2020 2021، حيث عطاه المدرب عبد الرحيم طالب فرصه التواجد مع الفريق الاول في عمر 17 سنه، هذا الشيء اللي نادرا ما كنشوفه في البطوله الوطنيه المغربيه. وحتى مع قدوم مدرب الجديد البلجيكي فاندر بروك دخل في بعض المباريات، وكانت اول مباراه له بالضبط قدام بركان في الجوله التاسعه من اللي دخل كاحتياطي. لكن موسم 2022 2023 كانت الانطلاقه الحقيقيه ليه مع المدرب الفرنسي داكروز باش يثبت في الفريق كاساسي في سن صغير. في هذه الفتره تعرفت عليه الجماهير العسكريه مزيان بعد ما حط البصمه ديالو وظهر بجوده تقنيه عاليه، سواء محليا بتسجيل 6 اهداف وتسجيل اهداف اخرى في كاس الاتحاد الافريقي بزيارته للشباك في 3 مناسبات مع تمريره حاسمه، وكان من المساهمين في تحقيق الجيش الملكي للبطوله الوطنيه والوصول الى ربع النهائي القاري. ارقام ديال حمزه إيغمان زادت في الموسم الموالي 2023 2024، حيث سجل في البطوله الوطنيه 7 اهداف و6 تمريرات حاسمه، يعني 13 مساهمه هدفيه، وسجل اول هاتريك ليه في مسيرته الاحترافيه اللي كانت ضد الفتح الرياضي. هذا السجل التهديفي المحترف جدا في عمر صغير والمستوى الكبير اللي كيقدمه، بالاضافه لتواجده مع المنتخب الوطني بفضل اهدافه الجميله. كل هذه العوامل دفعت نادي رينجرز الاسكتلندي للاهتمام بهذه الموهبه المغربيه. الصفقه ما كانتش سهله كما كيتخيلوا متتبعي الشان الكروي. حلم انتقال اللاعب الى اوروبا كان من الممكن ان يتبخر لعده اسباب، منها اولا الجانب المادي، حيث في البدايه قدم نادي رينجرز عرض بقيمه 2 مليون يورو فقط، وتم رفض هذا العرض من الفريق العسكري، خصوصا من عند فريق في الدوري الاماراتي ب 6 مليون دولار. اول مره غادي نشوف نادي مغربي كيفكر في موهبه لاعب مغربي، عوضا من الفلوس اللي كتعطى في اللاعبين ديالنا كيمشيو يقبروا راسهم في نوادي لا تعرف كره القدم، خصوصا النوادي المصريه اللي منهم فريق الاهلي بالخصوص. اي لاعب في البطوله الوطنيه كيكون نجم شي فريق، عارف انه غادي يكون الخصم ديالهم في وصفه الابطال الافريقيه، كياخذوا لهم نجوم الفريق ديالو باغراءات ماديه كبيره اللي من تمويل جهات من الامارات وقطر اللي كيستثمروا في هذا النادي من زمان. على سبيل المثال اشرف بن شرقي مع الوداد، ورضا سليم مع الجيش الملكي، وبانون مع فريق الرجاء البيضاوي، واخر لاعب هو يحيى عطيه الله اللي جا من الوداد لاعب المنتخب الوطني. هادو لاعبين كاملين من فرق كتكون منافسه للاهلي في وصفه ابطال افريقيا، خاصها تهرس الريتم ديال هاد الفرق في افريقيا باش تبقى دائما هي المهيمنه في افريقيا. ولكن الانديه المغربيه مازال ما بغات تعيق وتزيد شويه في تطور الكره في هذا البلاد، حيتاش عندنا مواهب كبيره بحال حمزه إيغمان اللي يمكن لهم يلعبوا في دوريات اوروبيه اللي تعطاتهم الفرصه احسن من الدوري الخليجي ولا الدوري المصري. حاليا موهبه حمزه إيغمان كتحسب الفريق الجيش الملكي، اللي بسبب تالق حمزه إيغمان في فريق رينجرز كاين عرض اخر للاعب اخر في فريق الجيش الملكي غادي يمشي لفريق رينجرز الاسكتلندي. المشكله الاخرى اللي كانت غتسبب فشل هذه الصفقه هي صعوبه التاقلم مع الاجواء البريطانيه، وايضا مشكله اللغه الانجليزيه والريتم الكروي العالي المختلف تماما مقارنه بالدوري المغربي. اداره الفريق الاسكتلندي كانت كتفكر في تاجيل الصفقه لموسم اخر، ولكن في الاخير وبعد تفكير طويل خافوا لا تشيلوا مال الصفقه. وما ننساش ان المدرب هذا النادي تواصل مع المدرب المنتخب الاولمبي في ذاك الوقت اللي هو كان عصام الشرايط، وسولوا على امكانيات ومهارات حمزه إيغمان خوفا من عدم تاقلم اللاعب في الدوري صعب جدا. عصام الشرايط اكد للمدرب رينجرز بانه حمزه إيغمان فقط كيحتاج بعض الوقت للتاقلم، ومن بعد غيقول الكلمه ديالو ان شاء الله في البطوله. طبعا هذا الشيء اللي قال عصام الشرايط في حوار مع قنوات عالميه بعد تالق حمزه إيغمان. المهم كما قلنا من بعد تفكير طويل اقتنعت الاداره بشكل كبير بهذه الصفقه، وهذا الشيء اللي خلاهم يسرعوا في المفاوضات
ويقبلوا مطالب مسؤولي إدارة الجيش الملكي بإتمام الانتقال مقابل 3 ملايين يورو ومدة عقد 5 سنوات. المدرب البلجيكي فيليب كليمنت بنفسه أكد كل ما قيل على كيفية إتمام هذه الصفقة. حمزة إيغمان عنده موهبة رائعة وكان من الضروري أننا نتعاقدوا معه دابا ما نتسناوش، حيث تأخير الصفقة يعني أنه من الصعب الحصول على لاعب بهذا الوزن وهذا المستوى في المستقبل. وأضاف: مهم جدا أننا جبنا إيغمان في الميركاتو الصيفي نظرا لإمكانياته الكبيرة وهامش تطوره في السنوات الجاية. المهم إخوتي الكرام، حلم حمزة إيغمان بدا كيتحقق رغم أن البداية مع هذا النادي كانت صعبة جدا كما كان متوقع بسبب اللغة والأجواء البريطانية الباردة، خصوصا بعد الإصابة اللي تعرض لها في الصيف الماضي واللي خلاته يغيب على الألعاب الأولمبية اللي كان من المفروض يشارك فيها. لكن للأسف تعرض الإصابة خلاته أيضا يغيب على المعسكر التحضيري مع فريقه والمباريات الأولى في الدوري الإسكتلندي، بالإضافة للإيقاع اللي كيتختل بزاف مقارنة بالكرة المغربية. وهذا الشيء أكدوا كذلك مدرب النادي اللي قال بأنهم كيخدموا مع حمزة إيغمان بشكل منفرد لزيادة القوة البدنية وتطويره مهاريا. إيغمان كان خاصو يتعامل مع هذه المعيقات ويتحدى الظروف الصعبة وفي نفس الوقت يكون قوي ذهنيا وما يتاثرش بالانتقادات من جماهير الرينجرز اللي ما كانتش كتثق في الصفقه او في الامكانيه ديال هذا اللاعب. لكن حمزه إيغمان بشكل تدريجي بدا كيدخل في اجواء النادي ويحسن بعض الجوانب الفنيه والبدنيه ديالو. في اواخر شهر نوفمبر الماضي فرض شخصيته داخل الفريق ولا من الدعمات الاساسيه. بالارقام بصم اللاعب على مستويات مميزه جدا، حيث سجل هدفين في الدوري الاسكتلندي في اخر جولتين و4 اهداف في الدوري الاوروبي. اول هدف في الدوري الاوروبي كان ضد نادي بوخارست الروماني حيث سجل قدامه هدف اقل ما يقال عليه عالمي، ومن بعد سجل هدفين وقدم تمريره حاسمه ضد نادي نيس الفرنسي في ماتش اظهر فيه بانه مهاجم من الطراز العالمي. ويكفي الهدف الثاني باش يوضح كل شيء، ضغط عالمي على الخصم خلاته ينجح في افتكاك الكره، ومن بعد مراوغه جميله خدم بها المدافع المصري قبل ما يحط الكره في الشباك بطريقه زوينه ما شاء الله. تالقه ما شاء الله عليه ما توقفش هنا، حيث قدم مقابله كبيره جدا قدام واحد من احسن الفرق في انجلترا اللي هو توتنهام، حيث سجل هدف رائع قدامهم وقدم مستوى محترم جدا خلاه يخرج تحت تصفيقات الجماهير. المهم اول سؤال غيجي في ذهن المتابعين وهما كيشوفوا هذا الفيديو هو هذا الشيء كامل مزيان، ولكن امتى غنشوفوا حمزه إيغمان في المنتخب المغربي؟ واش كيستحق يلعب بقميص الاسود في الفتره الجايه؟ الجواب طبعا كيستحق عن جداره واستحقاق بشرط يبقى محافظ على الاستمراريه وبنفس المستوى، وهذا الشرط طبيعه الحال كينطبق على جميع اللاعبين وبلا اي مجاملات ولا عاطفه للمنتوج المحلي. حمزه كيقدم مستويات مبهره وفي كل مره كيشوفوه كيهضر بشكل واضح التطور اللي كيحقق لا من الناحيه الفنيه او البدنيه وكذلك التكتيكيه. اما على مستوى الجوده التهديفيه فبلا تعليق، الاهداف ديالو كتكلم عليه، كيسجل بطرق ووضعيات مختلفه وعنده قدم يمنى قويه كتخليه يسجل من مسافات بعيده خارج منطقه الجزاء وكيكون في التاق قدام مرمى الخصوم. وباختصار إيغمان عنده كل الامكانيات باش يكون مع المنتخب الوطني المغربي، ولحسن حظه ان التجمع الجاي باقي له وقت حتى لشهر مارس، يعني يوجد على خاطر، يعني عنده الوقت الكافي باش يقنع وليد ويستمر في التالق. وهذا الشيء اللي كنتمناوه يكون عندنا مهاجم ما كيرحمش امام المرمى، حيت المنتخب المغربي خاصو مهاجم قناص يقدر يسجل من انصاف الفرص. حمزه إيغمان حاليا راه ظاهره الموسم، جميع الصحف العالميه كتحدث عليه وعلى المراوغات اللي كيدير اللي كتلقى راس حربه بهذا الكواليتي. جميع المحللين الرياضيين كيشبهوا بالظاهره البرازيليه رونالدو باسلوب اللعب ديالو المراوغات بالكره والاهداف. حاليا في العالم المهاجم اللي كاين عند جميع الفرق كتلقاه مهاجم كلاسيكي، يعني كيتمركز في منطقه العمليات كيتسنى كره من عند الاجنحه ولا وسط الميدان. ولكن حمزه إيغمان يتميز بضغط عالي ومراوغات جميله. جميع الاهداف اللي سجل حاليا في الدوري الاسكتلندي ولا الدوري الامم الاوروبي كلهم جاوا من مراوغات جميله. اللي وصل حتى لنهايه الفيديو يخلي لي شي تعليق، وعلى اللاعب اللي بتبغيو نتكلم عليه راني كنقرا جميع التعليقات ديالكم وشكرا.